واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، في كتاب ربنا جل وعلا ما يقودنا إلى الثبات عند الشدائد ويبعث في نفوسنا الفأل والرجاء عند الملمات والمصائب. فآيتان من كتاب الله جل وعلا اليقين بمعناهما دواء نافع تفرح به النفوس المؤمنة وتنشرح عنده الصدور الموفقة فترتقي اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب. فلا اليأس يدخل في قلب استنار بهديهما ولا قنوط يخيم على نفوس من عمل بمنهجهما. إنهما قول الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وعد ممن بيده مقاليد الأرض والسماء أنه ما من شدة إلا ويعقبها فرج ورخاء، وما من عسر إلا ويغلبه يسر من المولى جل وعلا. جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل ضيق مخرجا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ودعوة ذي النون عليه الصلاة والسلام ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إخوة الإسلام، إنه وعد حق من اللطيف البر الرحيم المحسن الكافي الشافي أن من ذل لعظمته وانكسر لعزته وخضع لكبريائه وخشع قلبه لربه وانقادت جوارحه لأوامره كفاه ما أهمه ودفع عنه كل الهموم والغموم والأنكاد والحسرات. فمن أيقن بمدلول هاتين الآيتين صفى قلبه وزكت نفسه وانشرح صدره وعظم أمله ورجاؤه، وحينئذ فلن يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. فيا من وقع في أمر أسير الجأ إلى ربك بالدعاء والافتقار والتضرع والابتهال. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. الله جل وعلا، الله وحده يبدل الضيق سعة والفقر غنى والشقاء سعادة. فافزع إليه أيها العبد بقلب صادق بقلب مخلص وتعظيم وتذلل وحقق التقوى
والتيسير والفرج. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل في علاه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأعظم حسن الظن بربك واستيقن منه بكل فرج وتيسير وفعل لطيف جميل، فهو القائل جل شأنه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. أخرج مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه بلغه أن أبا عبيدة رضي الله عنه حصر بالشام وقد تألب عليه القوم، فكتب إليه عمر: سلام عليك، أما بعد فإنه ما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة إلا ويجعل الله بعدها فرجا ولم يغلب عسر يسرين. أيها المسلم، اصبر عند الشدة والعسر صبرا جميلا، لا جزع معه ولا شكوى ولا يأس ولا قنوط، فمن راقب الله جل وعلا نجا، ومن صدق معه سبحانه انكشفت عنه كل بلوى، فهو سبحانه القوي القادر اللطيف المجيب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فكن على يقين بكرم الغني العظيم ولطف، كن على يقين بلطف من الرحمن الرحيم، فذلكم وحده طوق النجاة وسبيل الأمن والأمان عند كل شدة وعسر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من توجه إلى خالقه عند الشدائد فليبشر بالفرح بعد الحزن، والراحة بعد التعب، والشفاء بعد الألم والمرض. قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال جل وعلا: ألا إن نصر الله قريب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا، ولا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب السماء والأرض، رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. إخوة الإسلام، أيها المسلمون، ومع وعد الله الكريم لعباده بكشف الضراء وتيسير العسير، فالعبد المسلم في كل حالاته ما يصيبه في هذه الدنيا من عسر ومشقة وشدة فيكفر الله بها خطايا عباده وذنوبهم، ولكن من صبر واحتسب أجر وأثيب على صبره جزاء صبره واحتسابه. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله بها من سيئاته. متفق عليه. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم تزكو به نفوسنا وتنشرح به صدورنا وتزول به همومنا، ألا وهو الإكثار من الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا فارج الهم، يا كاشف الهم. الله ربنا لا نشرك به شيئا. نسألك يا الله أن تفرج همومنا وهموم المسلمين في كل مكان. آمين. اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين في كل مكان. آمين. اللهم نفس كرباتهم، اللهم اغن فقراءهم. آمين. اللهم اهد ضالهم. آمين. اللهم اهد ضالهم. آمين. اللهم فرج كرباتهم. آمين. اللهم رد من خرج منهم من دياره إلى دياره. يا ذا الجلال والإكرام سالما غانما. اللهم آمن المسلمين في ديارهم. آمين. اللهم أمن المسلمين في ديارهم. آمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم احفظ ولي أمرنا وولي عهده. اللهم احفظهما بحفظك. اللهم اكلأهما برعايتك وعنايتك. اللهم اجعل التوفيق والنجاح والفوز حليفهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر بهما كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه رحمة رعاياهم ولما فيه خير شعوبهم. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم. يا غني يا حميد. اللهم يا غني يا حميد. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم اسقنا. اللهم اسقنا. اللهم اسقنا. اللهم إنا